السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كان قيام العلماء مشهود في هذا الجمع المبارك فحري بالطالب أن يقف أولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك وزد وأنعم وتحنن على سيدنا محمد النبي الخاتم المرسل من رحمة الله سبحانه وتعالى إلى أمة الإسلام قاطبة، الرحمة المهداة السراج المنير، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا من بركات العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا يا مولانا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. احسن لهم عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. آمين آمين آمين. أما بعد، فإن سعادة المرء لا تكتمل حقيقة إلا إذا ارتبطت بشخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. السعادة الحقيقية حينما يسعد الإنسان باستحضار مقامه واسمه وحياته وشمائله صلى الله عليه وسلم، ويتحينها في كل لمحة ونفس من حياته. الإمام أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه كان يقول: ما من ليلة لا أرى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحسب فيها نفسي من المسلمين. هؤلاء كانت حياتهم متعلقة بحياة رسول الله، بل إنهم كانوا يزينون أنفسهم برؤيته صلى الله عليه وسلم في المنام. وقد أكرمني الله مع خلة وثلة من الصالحين بلقاء أحد الصالحين الذي التحق بالرفيق الأعلى سيدي علان العراقي رحمه الله تعالى في مدينة فاس. كان لا تنغمض له عين إلا وكان له لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحدثه ويبشره. وكنت كلما دخلت مع إخواني عليه إلا وقال لي: لقد قال لي رسول الله الآن كذا وكذا. بل إنه صلى الله عليه وسلم كان يلقنه بعض صيغ الصلاة عليه. قد أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالأخذ عنه بعض هذه الصلوات، فلله الحمد في البدء وفي الختام. رزقنا الله وإياكم كثرة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الذي لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله إنني أكثر من الصلاة عليه، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت. قال: أجعل لك ربع صلاتي؟ قال: ما شئت، فإن زدت فخير. قال: إذن أجعل لك نصف صلاتي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، فإن زدت فخير. فيقول: إذن أجعل لك ثلثي صلاتي؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما شئت، وإن زدت فخير. فعلم الرجل أن الأمر لا يتعلق بثلث ولا بنصف ولا بربع، لأن حياته لا بد أن تكون كاملة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إذن أجعل لك صلاتي كلها، صلاتي كلها. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك ويغفر لك ذنبك. كل هم من هموم الدنيا الله سبحانه وتعالى كافيك فيه، وكل ذنب صغيرا كان أو كبيرا الله غافر إياه، لأنك دخلت على رحمة الله من باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة. أبو عباس المرسي أيضا له قول، قال: الأنبياء عطية الله للناس أو لأقوامه،
ورسول الله صلى الله عليه وسلم هدية المؤمنين. وفرق كبير بين العطية وبين الهدية، لأن العطية تعطى للمحتاجين والهدية للمحبين أو للمحبوبين. فالله سبحانه وتعالى لما أحب هذه الأمة جعل النبي الخاتم فيها هو رسول الله. ولأن الله سبحانه وتعالى أراد لهذه الأمة الخيرية فجعلها خير أمة أخرجت للناس، جعلها تسمو وتعلو وترنو ويرتفع قدرها ما تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنه الله سبحانه وتعالى جعل طاعته من جنس طاعته. قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من أراد أن يرافق ويصاحب أحدا فليكن رسول الله هو صاحبه. الرعيل الأول من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عايشوه صلى الله عليه وسلم عايشوه حيا بينهم، ولكن هؤلاء الذين جاءوا من بعده حياتهم معه من خلال سيرته وشمائله ومنهجه. يقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، إن لم يكن متمثلا في حركات وسكنات فهو موجود من خلال سيرته العطرة المباركة في كل لمحة ونفس من حياتنا، قلت أو كثرت، صغرت أم كبرت، في حياتنا الخاصة، في حياتنا العملية، في حياتنا الأسرية، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا، إلا ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. يقول العلماء: الله سبحانه وتعالى حينما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قالوا الأسوة غير القدوة. القدوة أن تتمثل وأن تتشابه أو تحاول أن تشابه الرجل أو المعنية بالأمر. أما التأسي فهو أن تبحث عن موطن القدم فلا تحيد عنه. التأسي أعظم وأرقى من الاقتداء. الاقتداء أنت تتمثل وتماثل وتحاول أن تتشابه بالشخص المعني بالأمر، إما في لبسه أم في حركته أم في قوله أم في ضحكه أم في سكوته أم في حركاته أم في سكناته. أما التأسي فأنت تبحث عن موطن القدم التي يمشي فوق الأرض بها فتجعل قدمك على قدمه. وهذا يعني هذا ألا تحيد وألا تميل وألا تزيغ وألا تبتعد قيد أنملة. فإن لم تكن قادرا على ذلك، ومن منا يقدر على ذلك، فلتتشبه به صلى الله عليه وسلم. إذا كان التشبه بالكرام وبالصلاح فلاح نجاح، فبرسول الله صلى الله عليه وسلم أعلى وأسمى فوز يمكن أن يناله الإنسان في هذه الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى أمرنا والأمر يقتضي الوجوب. الأمر يقتضي الوجوب، وعدم الائتمار بأمر الله سبحانه وتعالى مخالفة، والمخالفة تعني العقوبة. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز عن مثل هذا الجمع: قل يا محمد، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هو خير مما يجمعون. إذا كان فضيلة الشيخ سيدي الحاج محمد العشاق قد تفضل بالآية التي وطأ حديثه بها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر في غير ما آية، إما صراحة باسمه في 4 مواطن، أو تلميحا، أو بوظيفته وبمهمته: يا أيها الرسول، يا أيها النبي، أو بالحالات التي يكون عليها: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، أو بغير ذلك من الأوصاف. بالمؤمنين رؤوف رحيم.
إذا كان الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز قل بفضل الله وبرحمته، قالوا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول رحمة الله هي رسول الله، واستدل بذلك من قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنحن مأمورون بأن نفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العلماء يقولون أن ميلاده صلى الله عليه وسلم هو قطب الرحى الذي تدور حوله كل الأحداث العظام التي تلت ميلاده صلى الله عليه وسلم. لأن لولا ميلاده لما كانت بعثته، ولولا ميلاده لما كانت هجرته، ولولا ميلاده لما كان فتح مكة، ولولا ميلاده لما اكتمل لهذه الأمة دينها. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا في ميلاده هو قطب الرحى الذي تدور حوله وبعده كل أحداث الأمة الإسلامية. فحري بنا أن نفرح بميلاده صلى الله عليه وسلم لأنه ميلاد أمة رسول الله من بعده. في بعض الأحيان يصف الواصفون ميلاده صلى الله عليه وسلم أنه ميلاد أمة هي أمة رسول الله، هي خير الأمم على الإطلاق، لأنها الأمة الخاتم التي تختم جميع الأمم، لا أمة بعد أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي يبشر هذه الأمة نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون الأولون، الآخرون من الأمم، الأولون دخولا إلى الجنة. هذه الأمة التي بشر الله سبحانه وتعالى نبيه بدخول أكبر عدد منها إلى الجنة، أكبر الأمم دخولا للجنة هي أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن دخولهم هو دخول تمييز وتشريف وتعظيم لقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى عظم قدر جاه سيدنا محمد فوصفه فقال وإنك لعلى خلق عظيم. وصفه بالعظمة لأن هذه العظمة التي وصفه الله سبحانه وتعالى بها مستمدة من عظمته سبحانه وتعالى. هو الذي قال والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. قالوا ولسوف يعطيك ربك فترضى أي أنه سوف يرضيه الله في أمته ولا يخزيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا وله دعوة دعا بها في حياته إما لنفسه أو لشيء آخر إلا رسول الله ما دعا لنفسه قط دعوة واحدة، بل إنه أرجأ دعوته لأمته يوم القيامة، وهو الذي لا يرضى ولن يرضى وأحد من أمته في النار. ولا يزال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعاود ربه ويشفع ويشفع حتى يخرج آخر واحد من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ولو مرة واحدة، ولو مرة واحدة. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتذلل ويدعو الله سبحانه وتعالى أي ربي إن من أمتي رجل شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ألا يا رب فشفعني فيه. فيقول له سبحانه وتعالى اذهب وأخرج صاحبك. هذه الرحمة المهداة أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نستمد منها على قدرنا من قدره صلى الله عليه وسلم فتعم فينا. والله سبحانه وتعالى لمح لنا أن هذه الرحمة قابلة لأن تكون في أمة رسول الله، لأنه وصفه ووصف أصحابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم، توصيف من الله. والتوصيف من الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيد أو أن يخطئ،
فما دام الله سبحانه وتعالى قد وصف أمة رسول الله أنها رحماء، أنهم رحماء بينهم، هذا يعني أن الرحمة قابلة لأن تكون بينهم. بل إنه صلى الله عليه وسلم نبه وأنذر على هذا الأمر وقال: من لا يرحم لا يرحم، والراحمون يرحمهم الرحمن. وبالتالي حينما نستحضر هذه الذكرى العطرة المباركة لابد أن نستحضرها تحت شعار الرحمة المهداة. هذه الرحمة المهداة لابد أن نترجمها واقعا في أنفسنا، نرحم بعضنا البعض، نرحم أزواجنا وأولادنا وبناتنا وبعضنا البعض جيراننا، بل نرحم كل شيء في هذا الخلق الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث يتحدث عن رحمة الإنسان بالحيوان حتى في الذبح. إذا ذبح أحدكم فليحسن وليحد شفرته رحمة بالحيوان. الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم حتى بالجمال. كان صلى الله عليه وسلم يقف على جذع النخلة فيخطب في الناس، فلما انتدب له منبر فصعد فوقه سمع أنين جذع النخلة كأنه مرجل بقراج، يحن الجذع إلى رسول الله، يبكي بكاء الجذع يحن لرسول الله، والضب يشهد إنه لرسول. فينزل النبي صلى الله عليه وسلم ويوقف خطبته وينزل إلى الجذع ويحتضنه ويمسح بيده الشريفة على الجذع فيسكن الجذع. هذا رسول الله، ليس رحمة فقط بأمته بل بالعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رسول الله رحمة للعالمين، ليس فقط لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك أنه في يوم من الأيام مرت بين يديه جنازة يهودي، فقام صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله إنها جنازة يهودي. قال: إنما أقوم للنفس التي خلقها الله. وفي حديث آخر ضرب يده صلى الله عليه وسلم اليمنى على اليسرى وتحسر حتى بكى وقال: إنها نفس تفلتت من يدي إلى النار. ما كان صلى الله عليه وسلم يرضى أن يمر بين يديه أحد إلا وأن يسلم. وقد علم عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان له خادما يهودي، شاب يهودي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فغاب عنه ليومين أو ثلاث، فتفقده النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له أنه قد مرض، فذهب لزيارته. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة من؟ الغلام اليهودي. أنت أيها المسلم لا تزور حتى أخوك المسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: يا داود مرضت ولم تعدني، فيقول: كيف أعودك يا ربي وأنت رب العزة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: مرض عبدي فلان ولم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ الصحيح مع نعمة الله والمريض مع الله. أنا صحيح ولله الحمد، هذه نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. لكن الذي ابتلاه الله بأخذ صحته أبدله بمعيته. فأنت حينما لا تذهب لزيارة أخيك تفوت على نفسك الأجر الكبير، لأن المريض معه الله، ولو ذهبت لوجدت الله عنده. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة الغلام، فدخل عليه ووقف على رأسه وقال له: يا غلام قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر الغلام إلى والده كأنه يستأذنه. والغلام حينما كان يخدم النبي كان كلما رجع إلى بيته يسائله والده: كيف كان رسول الله؟ كيف كان محمد معك؟ فما يحكي له إلا شمائله المتميزة وأخلاقه العالية.
ومعاملته كأنه هو خادمه ليس هو خادمه. أنس بن مالك حينما قال له لقد عاشرت النبي 10 سنوات فكيف كان يعامله؟ قال والله ما كنت أدري أكنت أنا الخادم أم المخدوم. عندنا خدام نهودوا على والديه، طيب ما خدام راه خلص، معليش، من لا يرحم لا يرحم، الرحمة المهداة. فيقف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فينظر الولد إلى والده كأنه يستأذنه، ثم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيسكت، ثم يقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله أكن لك شفيعا يوم القيامة. فيقول الوالد اليهودي لولده أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فيقول الغلام مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقبض يموت في ساعته. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم مهلهل الوجه فرح مستبشر، يرى عليه ذلك الأمر على وجهه صلى الله عليه وسلم، ترى البشارة على وجهه. فيسأل فيقول لقد أنقذه الله من النار بي، لقد أنقذه الله من النار بي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، لا يسع كلمتي بعد كلمة الشيخ الفاضل سيدي الحاج محمد العشاق إلا أن تكون ردفا متواضعا في لبس من الخير ومن العلم ومن الفهم الذي حباه الله به، وهو أولى من ذلك مني. ولكن نستحضر هذه الرحمة المباركة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نعرفها ونعرف حقيقتها، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. نحن لا نعرف رسول الله، وقد تفضل سيدي قراط بذكر نسبه الشريف. من منا يعرف حتى الرابع أو الخامس أو العاشر؟ قليل. ولكن إذا تعلق الأمر بمن لا علاقة لك به ولا نفع فيه تجد أنك تعرف حياته وكلبه وسيارته ولبسه وأكله وشربه وراتبه وغير ذلك، وهو لا ينفع وهو لا يعرفك ولا ينتبه إليك. أما رسول الله فيكفي أنك تصلي عليه. ما من مسلم يصلي عليه إلا ورد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ما من واحد يصلي على رسول الله، صلوا على رسول الله، ما من واحد صلى عليه الآن إلا وقد رد رسول الله عليه السلام. فهذا الذي يحتاج منا أن ننتبه إليه وأن نهتم به وأن نعرف حياته حتى نتمثلها، وحتى يحق علينا قول الله سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.